بازار صيني أو المعروف كمان بالسنترال ماركت. المكان ده مش مجرد سوق عادي، ده قلب نابض بالثقافة الماليزية ومتحف حي للفنون والحرف والتقاليد الماليزية. بازار صيني اتأسس سنة 1888 وكان في البداية مجرد سوق بسيط، لكن مع الوقت السوق ده تحول لمركز فني وثقافي بيمثل التنوع اللي بيميز ماليزيا. بمجرد ما تدخل المكان تحس إنك دخلت عالم مختلف تماما، مليان ألوان وتجارب مش ممكن تنساها. في السوق ده هتلاقي كل حاجة بتمثل الثقافة الماليزية، من أول الحرف اليدوية اللي مصنوعة بإيد الماليزيين لحد اللوحات الفنية والهدايا التذكارية اللي مش ممكن تلاقيها في أي مكان تاني. المكان ده مثالي لو عايز تشتري هدية مميزة ليك أو لحد عزيز عليك. والجميل في بازار صيني إنه متقسم لأركان بتمثل الثقافات المتنوعة في ماليزيا. عندك مثلا ركن بيمثل التراث الماليزي، وركن تاني بيمثل الثقافة الصينية، وكمان ركن بيمثل الثقافة الهندية. المكان عبارة عن مزيج رائع بيعكس التنوع الثقافي الموجود في البلد دي. ولو جعت ما تقلقش، جوه السوق في منطقة مخصصة للأكل، تقدر تجرب أكلات ماليزية تقليدية أو حتى أطباق صينية وهندية. الأكل هناك مش بس لذيذ، لكنه تجربة ثقافية مختلفة تماما. في السنترال ماركت مش بس مكان للتسوق والأكل، كتير من الأوقات بيبقى فيه فعاليات فنية وثقافية زي عروض الرقص التقليدي والموسيقى الحية. بازار صيني أكتر من مجرد سوق، ده مكان بيعرفك على الروح الحقيقية الماليزية. لو كنت في كوالالمبور ما تفوتش فرصة زيارة المكان ده، لأنه هيكون واحد من أكتر الأماكن اللي هتسيب فيك ذكريات حلوة.